السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. فيديو النهاردة جميل جدا، هنكمل مع بعض تجهيزات العيد. هنعمل مع بعض الترمس بطريقة سهلة جدا وبطعمه في منتهى الجمال، وكمان ريحته حلوة جدا وهيبقى مظبوط معاكي 100%. يلا مع بعض نشوف ازاي عملناه بكل سهولة. اول حاجه معايا هنا الترمس ومعايا الحمص. حابه ترمس بس مفيش مشكله، براحتك. هبدا ان انا بقى احط عليه ميه، هقلبهم بس الاول كده مع بعض، واحط عليه ميه وهسيبه يتنقع لمده يوم كامل. خلال اليوم بقى من وقت للتاني هتغيري عليه الميه لحد ما تلاقي كميته تضاعفت معاكي بقى بالشكل ده. هنبدا ان احنا نولع عليه بقى النار، نحط على البوتاجاز ونولع عليه النار ونحط معاه ليمونه، مش هتعصريها ولا حاجه، حطيها زي ما هي كده، وشويه من الفلفل الاسود رشه محترمه كده، وشويه حلوين برده من الكمون، ورشه بسيطه جدا من الشطه. لازم تحطيهم حلوين جدا عشان الترمس يطلع معاكي مظبوط، ونغطيه ونسيبه يستوي. هنا خلاص استوى، طفيت عليه وهبدا ان انا اغير عليه الميه برده لمده يوم. تمام. ده بقى بعد ما اليوم فات هبدا ان انا احط له شويه من الكمون وشويه من الفلفل الاسود ورشه بسيطه من الشطه، وابدا ان انا احط له بقى ميه نظيفه. خلاص كده احنا خلصنا. تمام. انا اسفه بس على التصوير، انا مش عارفه الكادر كماله والاضاءه. تمام. وهبدا ان انا احط له الملح طبعا حسب رغبتك، انا حطيت 5 معالق كبار من الملح، وهدوبهم مع بعض كويس جدا، وهحطهم بقى في علب او برطمانات عندك، وتغطيهم وتحتفظي بيهم في التلاجة. هيقعد معاكي اطول فتره ممكنه، لا ريحته هتغير ولا طعمه هيغير، وبجد في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم انه قعد عندي مره 3 شهور ما حصلوش اي حاجه. ما تنسوش بقى لو الفيديو ده عجبكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اكلتي المفضله بقى للترمس لازم احط عليه شويه حلوين كده من الكمون ورشه من الشطه، واعصر عليه بقى نص ليمونه كده او ليمونه كامله، وبالف هنا وشفا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.